السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحشتوني جدا جدا، بقالي كذا يوم ما نزلتش فيديوهات، بس ان شاء الله بقى كده راجعين لكم كده بقى النهارده بروتين جامد وحلو وجميل من قلب البيت. هنعمل النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي مع بعض كده قلقاس. الغدا بتاعنا قلقاس ورز وفراخ على قد الايد كده، وطعمها كده جميل والقلقاس طبعا معمول بطريقة زمان. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. يلا نبدأ كده ونقول: اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وسع علينا من فضلك، واجعل بيوتنا مليانة خير وبركة يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا طبعا جايبه فرخه كبيره ما شاء الله يعني. هغسلها غسله حلوه، وهنقعها طبعا في المنقوع بتاعها اللي هو دقيق وملح، واسيبها كده عبال ايه الميه ما تغلي، واخلص ايه اللهم صل على سيدنا محمد. يعني انا بنقعها كده، مثلا لو بعمل رز هحمر الرز وكده وهركنه، وايه والفرخه بقى اكون غسلتها غسله حلوه كده بالملح والليمون والدقيق. انا النهارده ما كانش عندي ليمون، فعملت النهارده بقى بالملح وبالدقيق. تمام. هنا بقى بحط شويه الدقيق كده، الدقيق بيشيل اي زفاره من الفراخ، ولو في دم او اي حاجه برضك بيشيلها يعني، بصراحه يعني جميل، منقوع جميل جدا للفراخ. هغسل بقى حته حته كده ايه، وفتحت الميه كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه غسيل الفراخ يا ولاد. هغسل كده حته حته واحطهم في القلب المنقوع اللي انا عاملاه دوت. لو في ريشه لو في اي حاجه طبعا بنشيلها. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. وحبايب قلبي اللي لسه اول مره يشوف القناه بتاعتي، يا ريت فضلا وليس امرا يشتركوا لي في القناه ويفعلوا زر الجرس، عشان ان شاء الله باذن الله يوصل لكم مني كل جديد. وبحب اشكر كل حبايبي واخواتي وصحابي، كل اخ وكل اخت اللي دخلوا جديد واشتركوا لي في القناه. ربنا يا رب يكبر بخاطركم جبرا يتعجب له السماوات والارض. ربنا يا رب يديمكم دايما نعمة كده في حياتي ان شاء الله بإذن الله. وربنا يا رب كده يجعلكم سبب ان القناة بتاعتي تكبر، لان ان شاء الله القناة بتاعتي صلي على محمد. صلى وسلم على سيدنا محمد. القناة بتاعتي مش هتكبر بدعمكم ليا وتعليقاتكم الجميلة والتحفيز اللي بتحفزولي بجد. ربنا يا رب يخليكم ليا ويبارك لي فيكم يا رب. هنا بقى طبعا زي ما انتم شايفين كده، الظاهر ان انا نسيت اصلا الكاميرا مفتوحة، ومش عارفة ايه اللي حصل اصلا، فسبت الكاميرا مفتوحة كده وايه اللهم صل على سيدنا محمد. وسبت يعني المطبخ وخرجت، بس مش عارفة كان فيه ايه بالظبط. هو زي ما انتم شايفين كده انا ايه يعني، هو كويس برضك للفراخ يعني، سايباها منقوعة كده ايه شوية يعني. هنا بقى ايه هعمل الرز اهو بقى زي ما انتم شايفين. هحط زيت وهحمر بقى شوية رز بقى، احنا هنحمر الرز النهاردة. ماشي. هسيب طبعا الزيت يسخن جامد، وانا وطيت عليه بقى ايه. هنا بقى طبعا القلقاس بقى نيجي نبص الخطوة المهمة في عمايل القلقاس اللي هي ايه بقى. لازم نتنينا نغسله، بص ممكن يجي 10 مرات. اهم حاجة البياض اللي فيه ده كله ينزل، لانه بتبقى المية بتاعته تقيلة. طبعا ما ينفعش تطبخيه كده خالص، لازم تتنيك وراه لغاية لما يبقى عامل زي البطاطس كده، مفهوش الطبقة اللي هي الناعمة دي. تمام. يعني لازم نتنينا نغسله كذا مرة. صليتوا على الرسول بقى ولا لسه؟ يلا صلوا على الرسول كده واذكروا الله. ماشي. هي المية بدأت معايا هي زي ما انتم شايفين اهي، بدأت تبيض خالص. بصوا لازم الحركة دي، لازم تغسلوه غسلة كويس. لو انت مثلا حطاه في الفريزر زي ما انا حطاه كده، كنت حطاه في الفريزر، بتطلعيه مثلا قبل ما تخدعي كده، قبل ما تعملي الطماطم بتطلعيه تحطيه في مية وايه وتسيبيه كده عبال ما تيجي تغسليه بقى. بص انا غسلته معاكم كذا، مرضتش افصل الكاميرا عشان تشوفوا انا هغسله كام مره، وبرضك هتنيني برضك هغسل فيه كده زي ما انتوا شايفين. هبص الميه راقت خالص، شفتوا كان في الاول نازله عامله ازاي ودلوقتي نازله عامله ازاي. هنا بقى الطماطم بتاعته بقى هي ايه. هشيل بس احط شويه توابل، لان طبعا انتوا عارفين
الصلصة بتاع الطبيخ مش بتحطي فيها غير ان هما شوية توابل وخلاص، متقطعش عشان ما تغمقش الطبيخ. هنا بقى طبعا شلت شوية كده عشان خاطر ايه هعمل بوم الفراخ. ماشي. وهنا بقى احط القلقاس بقى مع كوباية مية كده ايه يعني يحاولوا يستووا شوية، لان اصلا القلقاس ده ما كانتش قلقاسية واحدة. لما بتبقى قلقاسية واحدة طبعا بتبقى عارفة ان هي لو واحدة بس استوت فيها، قلقاسية واحدة استوت يبقى كله استوى. دي كانت قلقاستين صغيرين يعني. فانا عشان كده قلت ايه اسويهم شوية ايه عبال ما الفراخ تستوي، وبعد كده اكمل ايه شوربة. هنا بقى نعمل رز بشعرية بقى. طبعا الزيت سخن جامد. ماشي. نحط بقى اللهم صل على سيدنا محمد. احط الشعرية بقى واحمر فيها زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. مش هنحمر الشعرية قوي يعني، احنا هنخليها ايه يعني صفرة شوية يعني. تمام. لان لما بتبقى متحمرة قوي يعني مش بتبقى حلوة يعني. هتنيني بقى زي ما انتوا شايفين كده احمر في الشعرية. وهنا بقى هكمل بقى شطيف الفراخ عشان ايه المية كانت غليت بقى ايه اسقطها في قلب المية حتة حتة كده تحت الحنفية طبعا عشان الدقيق والملح اللي عليها. ماشي. وايه وهننزل في قلب المية. طبعا ما كنتش مالكه ان انا وهي محطوطه في البوله البلاستيك دي، فانا فضيتها اصلا في الحوض ايه عشان اعرف اشطفها كويس. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، واذكروا الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا بقى حته حته كده عشان تنزلي الدقيق، والشوربه كمان ما تبيضش من الدقيق، فانتي هتشطفي كويس كده. ماشي. حته حته كده. الفرخه كانت اصلا بسم الله ما شاء الله كانت كبيره، كانت اخر فرخه اصلا لقيتها، فانا ايه اضطريت ان انا اجيبها يعني. بس يعني قطعتها برضك ايه يعني حتت كويسة. صل على محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا يا ولاد انا منزلة برنامج المسلم كل شوية بيذكرنا ان احنا نصلي على الرسول، حاجة كويسة يعني. شوفي كل 10 دقايق كده بتصلي مرة على الرسول، فدي حاجة كويسة. لو منتش منزليه نزليه، تطبيق جميل جدا وفيه برضك قرآن وحلو يعني هنستفاد منه كتير. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده ايه الشعرية خلاص كده بدأت ان هي تحمر. هغسل الرز بقى ايه وهحط الرز بقى في قلب الشعرية واشوحه. طبعا لازم نشوحه من المية عشان يبقى مفلفل معاكي. طبعا بقى نتنى نقلب فيه كده ان كده كده بيبقى فيه مية اصلا في الرز، فاحنا لازم ننشفها زي ما قلتلكوا عشان خاطر ايه يعني لما بيبقى ناشف كده بيفلفل معاكي ويبقى حلو. هنا بقى الشوربة هي كانت خلاص يعني، فانا هزيد بقى الرز. وطبعا هيغلي كده غلوتين ونوطي عليه لغاية لما يشرب كده ونوطي عليه حلو. هو كده الشرب اهو بقى اصلا، فانا هلاقيه دلع شوية كده، فانا هحط عليه شوية دقة. بصراحة بيبقى جميل اوي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الواحد والله من بعد رمضان ما خلص وبقى يحتار يعمل اكل ايه. كل يوم نحتار نعمل اكل ايه النهارده، نعمل اكل ايه النهارده. يمكن بنعمل الاكل والله بصوا قرب المغرب والله بنبدأ نعمل اصلا. لا حول ولا قوة الا بالله. هنا بقى هزيد برضك القلقاس بقى هزوده شوية شوربة كده
احط بس كده الحاجات دي هنا كده عشان ايه، هحط بقى على وشها صلصة وهدخلها الفرن. ماشي، تاخد وش كده. انا اكترية الاوقات مش بحب ان انا احمر الفراخ يعني، بحبها بالصلصة كده بتبقى حلوة. طبعا الصلصة دي بقى ايه، لما انا شلتها ما كانش عليها ملح وما كانش عليها اي حاجة، فانا ايه حطيت عليها ملح وحطيت عليها شطة وظبطت الحدق بتاعها يعني بقى عشان ايه خاطر الفراخ يعني. ادخلها بس تحت الشواية يعني، انا بايد الشواية بس مش بايد الفرن كله. هنا بقى يا ولاد بقى ايه، كنت عندي محشي من امبارح وايه، وقلت اما اسخنه برضك مع الاكل يعني. وبكده يا حبايب قلبي بقى يكون خلصنا روتين النهارده يا حبايبي. يا رب الفيديو يعجبكم واستفدتوا منه حتى لو بحاجة بسيطة. ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركولي في القناة وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله بإذن الله